مساء الخير عليكم. خلونا نعمل كده ميك اب النهارده سهل جدا ونتعلم كده شويه خطوات. خليني اول حاجه ان انا بعملها ان انا بجهز بشرتي للميك اب، وان انا بحط كريم المرطب اللي انا مناسب للبشره نوع بشرتي. طبعا ايدي لازم تبقى نظيفه جدا وانا بعمل الخطوه دي. تمام. هستنى طبعا، لازم ما بين كل خطوه وخطوه بنعملها لازم استنى لحد ما البشره تبدا تمتص الحاجه اللي انا حطيتها عليها. تمام. بعد ما بشرتي امتصت الكريم اللي انا حطيته هبدا ان انا احط الفاونديشن بتاعي. تمام. يفضل ان انا يعني لا اما برج الفاونديشن او ان انا لما بحط لازم احاول ادمج الفاونديشن او ان انا احركه كده، قوامه هيبقى افضل وهو بيتحط على على الوش يعني. تمام. طيب انا هحب ادمج او احط الفاونديشن بفرشه. طيب انا ببدا اخد حبه حبه. تمام. وابدا من تحت لفوق زي ما انتم شايفين كده. انا مختاره عموما فاونديشن نفس لون الدرجه بتاعتي. طيب انا لما باجي احط الفاونديشن ما بحطوش على نطاق واسع، واحطه بحركه طبطبه زي ما انتم شايفين كده على نطاق ضيق. احتجت تاني اقوم واخده حبه نفس الفكره طبطبه. ما بنمسحش الفاونديشن عشان يديني افضل شكل يعني. تمام. هخلص بقيه الفاونديشن على وشي وارجع له. طيب انا كده حطيت الفاونديشن. يفضل ان انا بعد كده ببيوتي بلندر او اي سفنجة يعني ابدا ان انا اعمل كده برضو طبطبة بحيث ان انا اشيل لو في اي زيادات في الفاونديشن. تمام. طيب خلينا ان احنا نبدا ان احنا نحط الكونسيلر. الحركه دي عشان تسحب لي شويه العين. تمام. طيب هيني برضو ان بنسيب شويه الكونسيلر حبه قدام يعني ياخد يعني ايه يغمق شويه هيديني كفرج افضل. تمام. ممكن بعد كده ابدا احط كده. طيب احنا بنحط ده بلاشر كريمي بنحطه على العظمه نفسها. اوكي. طيب بعد كده برضو ممكن احط طبعا اللي مش بيبقى عارف يحط بالطول على طول ممكن يستخدم فرشة يعني. انا عندي هنا برضو القورة محتاجة عريضة حبتين كده كده. تمام. هدمج ده كله وارجع لكم. طيب وانا بدمج الكونسيلر
يفضل ان انا بالبيوتي بلندر او الفرشة زي ما نحب اللي نرتاح له، بندمج الاول لبره، وبعد كده باللي متبقي بندخله لجوه. ده هيقلل جدا معانا الخطوط اللي تحت العين. بقى بالبواقي بتاعت الفرشة بتاعت المنتج نبدأ نحط ايه فوق العين كده، تمام زي ما احنا شايفين. طيب هنيجي بطرف البتاع، احنا بندمج البرونزر في نفس مكانه، يعني انا مش بطلع ولا بنزل، في نفس مكانه، بحيث انا بس بالعكس انا بدخل ايه لجوه. بالراحة جدا بالطبطبة. نفس مكاننا، ولا بنروح يمين ولا شمال. طيب انا كده دمجت كله، خلينا بقى نبدأ نحط البلاشر. برضو حابة برضو البلاشر بنحطه بالطبطبة. طيب طبيعي ان انا طالما حطيت حاجة كريمي يبقى لازم طبعا اثبت ببودر على طول، فعلشان يديني اللون اقوى انا بثبت بلاشر على البلاشر الكريمي، وبقيت وشي هثبته بايه؟ بالبودر. طيب انا دلوقتي بثبت بقيت وشي بالبودر. ثبت تحت عينيا، وطبعا يعني حبة قليلين جدا اللي بيبقوا تحت العين دول. وبرده بايه؟ بالطبطبة زي ما اتعلمنا. طيب خلينا كده هنعمل لوك، يعني بسيط جدا مش هنحتاج فيه. انا هعمله هختار كده حاجات من الالوان دي. اوكي طيب خلينا نستخدم لون شبه اللي انا لابساه، اللي هو اللون ده. انا باخد بفرشة فلافي كده وبحط، وباجي هنا دوريات صغيرة، بعد كده اطلع شوية، دوريات صغيرة وبعد كده اطلع شوية، وهكذا. عايزة اغمق، نفس الفكرة. طيب انا عملت العينين، 2 عينين زي بعض، وحطيت من نفس اللون بفرشة صغنططة كده تحت العين. خلينا كده نبدأ نغمق اللون شوية بلون اغمق منه، وهنعمل نفس الحركة، بس انا عايزة اغمق بس في الايه، في الكورنر بس، برضو بدواير صغيرة جدا في نفس المكان. برضو عايزة اغمق شوية، نفس الفكرة. طيب انا غمقت هنا وهنا وبلون ابيض كده بفرشة فلات شوية زي دي كده. هبدأ اعمل في الكات كريس هنا كده، وابدأ املى الفراغات. انا عموما ما بحبش، يعني بحاول ان انا ما اطولش عليكم الفيديو، عشان كده بعمل حاجات اوف كاميرا يعني. بس انتوا لو في تفاصيل عايزيني اقولها اكتر بتفاصيل عرفوني، اعمل فيديو مخصوص ليها. طيب انا خلاص خلصت عملت حواجبي، ولو انتوا عايزين تعرفوا خطوات الحواجبي هتلاقوها في الفيديو على طول اللي انا كنت عاملاه قبل ده. تمام. انا حطيت ماسكارا، ما حطيتش رموش. حطيت هايلايتر كده من فوق. سوري. يا رب يكون الميك اب عجبكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتس وتعملوا سبسكرايب. باي باي.